شوف اللي انضرب عليه. صور الايد دي كلها كده مع بعضها، هات ده كله مع بعض اهو. تعالي هناك، تعالي هناك، تعالي يا ريس. تعالي هناك. اللي اتفتح فين يا جدعان؟ جوه. تعال. انا ايه جريت فيه؟ هتصور جايين معاك اول عربي. عايزه ايه نمشيهم يا جدعان. طب بالراحه، طب مش عارف ايه. الناس من جوه عايزين يمشوا الناس اللي على الموتوسيكل. فقال لك يا جدعان طب انتوا اهدوا. طيب قال لك لا مش عارف ايه، عايزين يخشوا جوه هيجوا الدنيا ويخلوا كله بيضرب في بعض. فراحنا ايه اللي قالوه عشان يعملوا كده؟ عملوا ايه؟ ما اللي حصل ساعه الا ربع بيهدوا فيهم يا جدعان يمشوا. لا مش لا، راحوا شاطين مع بعض، راحوا شاطين مع بعض، راحوا ماشيين برضه مصممين انهم يعملوا. راحوا ماشيين جايبين بتاع 30 40 واحد بسلاح فيهم ناس شيوخ، جم راحوا ضاربين نار بالطوب دب 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 دب، ضربوا ناس وعوروا واحد وفي ناس ماتت وازايز بتوع مش عارف بتاع 2 أو 3 ميتين. ده انا شايفهم مقطعين والناس شايلاهم ومدخلينهم. عائلين جايين من شبرا الخيمه. ماشي. معاهم موتوسيكل. ماشي. عايزين بس اتنين لا 3 على موتوسيكل. 3 ماشي. عايزين يخشوا، قلنا لهم بعد اذنكم هنفتشكم بالادب. قال لك لا ما حدش يفتشنا يا عم. ازاي؟ قال لك هو كده واللي اتكلم يطلع دين امه. فرحت له فوق البتاع لو سمحت بشتيمه سب الدين. طلع اللي بسوى حاجه يعملها انه يا عم حقك على
عليا، احترمنا ان انا كبير مش صغير، قعدت ابوس فيه واحايل فيه بتاع نص ساعه نحايل فيهم ونبوس على راسهم، ومشيناهم ومشوا لحد خدوا نفسهم من هنا، قلت له عند بتوع الشاي دول لموا نفسهم عملوا لا مؤاخذه البتاع ده ازاز من طوب ومعاهم فروده ودخلوا يضربوا علينا اللي كان شغال منهم هم. احنا معناش احنا ماسكين عصي ماسكين عصي يا ابني حضرتك عصي ضرب نار الشرطه هي اللي ضربت عشان ثواني بقى ثواني بعد ثواني الشرطه ما دخلتش خالص. ثواني يا برو الشرطه كانت من انا صحفتي مصر الجديدة ورايا لا الأحداث. جريده مصر الجديدة ورايا الأحداث، هي جريدة اسمها مصر الجديدة ورايا الأحداث، يعني مش مصر مش تبع الجمهورية ولا الأخبار ولا الحاجات الرسمية، يعني احنا بنشوف بجد. هقول لك رقم واحد، ولما نزلوا اتصلوا ادخلوا على الموقع وشوفوا. تمام. ممكن حضرتك بعد ما تخلصي خلص الموضوع. احنا ما غلطناش. المهم احنا قعدنا نتكلم عليهم لما بيشتموا وجابوا قعدوا يشتموا فينا وقال دمهم علينا وصابونا بالدين وصابونا بالدين وخدوا نفسهم وراح مشوا عند بتاع الشاي، جمعوا بتاع 50 نفر وجايين بضرب النار علينا وبعصي ولا مؤاخذه بازاز ملانه بتاع ده وقعدوا يضربوا فينا. ده كل اللي حصل بالظبط. اي كلام غير كده مش صدقني. الجيش بقى ولا الشرطه؟ الجيش ولا جيش ولا شرطه ولا اي حد شفناه، كل واقف في مكانه، ما شفناش اي حد، كلهم ديكور على نفسهم، ما شفناش اي حد خالص. احنا اللي واقفين سلفيين يعني؟ لا مش سلفيين. واحد سلفي، كان في واحد بتاعنا سلفي والباقيين كلهم شباب عاديين، بس القائد بتاعهم كان واحد سلفي، واحد هو اللي كان واحد بس. ثواني، انت حضرتك بتسال على الشرطه والجيش ليه؟ يعني انتوا اللي حملتوا الموضوع؟ انا بقول لك من هنا ان اول ما في حاجه هتحصل ضرب نار ضرب طوب ده اي ضرب، ولا جيش ولا شرطه هيعملوا حاجه وهيطلعوا يجروا زي امبارح وزي كل حاجه حصلت. وانا هنا وبقول ومش محدش فينا بقول لك بقول للشرطه انتوا نظام فاشل، انتوا نظام فاشل، ولا هتعملوا حاجه ولا هتعملوا اي حاجه، واول ما الناس هتهاجم هيطلعوا يجروا. احنا بنحب بلدنا وبلدنا هتفوز. التنفيذ الصغير ده والامن مفيش امن. وبقول للشرطه انت نظام فاشل وعلى مسؤوليه الكلام ده، لان اي حد هيهاجم انت هتطلع تجري عشان انت مع الجماعه دول. ده واحد مات هنا ولا ايه؟ واحد ضرب بطلقه.